جدا وحصل فيها الشيء اللي انت يعني من النادر انك انت تشوفه بكرة القدم، الشيء الغريب بكل شيء. ولكن خلونا يا جماعة انه اول شيء انه نثني على المنتخب المغربي والاتحاد المغربي، والمنتخب المغربي او المنتخبات المغربية من وقت كأس العالم حتى الآن كل المحافل تظهر بالشكل اللائق الذي يليق بالكرة المغربية. للفريق الذي حصل على المركز الرابع في كأس العالم شيء رائع جدا، حتى على مستوى المباريات الودية. لربما فقط بطولة افريقيا الأخيرة هي البطولة اللي كانت نحكي يعني اشعرتنا بالخذلان لما قدم المنتخب المغربي في تلك البطولة. اما الشيء الملفت على أرضية الملعب هو المنتخب اللي بيلعب بأسلوب جميل جدا، أسلوب يعني نتكلم عن بناء، نتكلم عن جرأة، نتكلم عن ثقة بالنفس عند اللاعبين، نتكلم عن مهارات، الجانب المهاري. احنا معا بصراحة احنا يعني بالوطن العربي الحبيب دائما في مثل هذه المباريات وفي مثل هذه المواجهات تشعر انه منتخباتنا حتى لو حققت الانجاز تشعر انه هي من الممكن تكون المنتخب الذي لا يبادر، المنتخب الذي لا يمتلك الكثير من الافكار، نلعب على الدفاع والهجم المرتده. ولربما المنتخب المغربي نفسه على مستوى كاس العالم قطر لعب في معظم المباريات امام بلجيكا، امام صحيح. البرتغال، امام اسبانيا لعب بهذا الاسلوب. ولكن الشيء الملفت ان المنتخب المغربي بالامس امام الارجنتين مع المدرب طارق اخذ المبادره، كان مبادر ولعب وسيطر. العديد من الهجمات بدأت من عند الحارس ومثلثات بتقلبات هذه المثلثات، اللاعب الثالث، التمريرات، حتى نوعية التمريرات معا بصراحة كانت تمريرات ممتعة تشاهدها من منتخب عربي صراحة. الآن لما احنا نسأل كيف المغرب وصل لنصف نهائي كأس العالم بيجيك الجواب الآن من البنية التحتية الموجودة عنده، الفئات العمرية الموجودة عنده، والمدربين الوطنيين أيضا. طارق سكتاوي مدرب محلي لابد أن نتحدث عنه كما تحدثنا مع راضي شنيش. خالد، طارق سكتاوي هو الآخر يبني على نجاحات المدربين المغربيين، كان مع الكرة المغربية، المنتخب المغاربي، أو حتى حول العالم العربي، ومنهم عندنا هون بالأردن مدربي المنتخب الوطني. نعم صحيح. هاي معنا الآن هذا يعتبر نجاح وجانب مهم جدا، الاهتمام بالتدريب والأكاديميات التدريبية، والعمل أيضا الاتحادات اللي بتعمل على مدربينها من خلال إرسالهم إلى دورات والدورات التحضيرية، والاهتمام بالجوانب التكتيكية، مواكبة كرة القدم الحديثة أو أفكار كرة القدم الحديثة اللي احنا نطلق عليها أفكار كرة قدم حديثة. هذا الشيء ليش معنا اليوم لما نتكلم عن الأرجنتين، لما تكلمنا عن كوبا أمريكا، تكلمنا أنه في وقت من الأوقات كان في 4 مدربين للمنتخب من أصحاب الجنسية الأرجنتينية في بطولة كوبا أمريكا، ومبدعين ال4. المنتخب الإسباني الذي توج في بطولة اليورو معا في وقت من الأوقات متصدر الدوري الإنجليزي مدرب إسباني، ومتصدر الدوري الإيطالي، والمتصدر الدوري الألماني، وبطولة اليورو. الآن هذا شيء مرتبط ومتزامن ومترافق أيضا مع قوتك، ماذا تمتلك من عناصر وأجيال، وتدريب هذه الأجيال يجب أن تعمل على الكادر التدريبي الموجود عندك. وهذا الموضوع معا احنا وجه البوكس مثل ما احنا بنسميه، آسف جدا معا، احنا الاشي اللي احنا بنشوفه فقط هو مدرب المنتخب، تمام؟ ولكن لا، الموضوع ما خفي أعظم. في عندنا كوادر كبيرة جدا تعمل على الفئات العمرية من خلال زرع الأفكار وتطوير اللاعبين وتطوير المهارات، حتى احنا نشاهد هذه النسخة من المنتخبات. نعم. قبل أن أذهب إلى الفاصل تشارك فيها 3 منتخبات عربية، هي المغرب، العراق، ومصر. على صعيد النتائج في المجموعة الثانية تغلب المنتخب المغربي على نظيره الأرجنتيني ب2-1 بعد مباراة وأحداث دراماتيكية عجيبة، لكن النقاط ال3 ذهبت أخيرا لأسود الأطلس. وضمن المجموعة ذاتها قلب المنتخب العراقي تأخره وحقق الفوز على نظيره الأوكراني ب2-1 ليحصد رجال المدرب راضي شنيشل أول 3 نقاط. وضمن المجموعة الثالثة تعادل المنتخب المصري مع نظيره منتخب الدومينيكان بدون أهداف في المجموعة التي تضم أيضا إسبانيا وأوزبكستان.
أبدأ معك كابتن خالد. بداية عربية قوية للثنائي العراقي والمغربي بالتوقيت ذاته، بداية هزيلة إن صح التعبير للمنتخب المصري. عنده تاريخ مشاركات في الأولمبياد، حتى في الأولمبياد الماضي كان مشارك المنتخب الفراعنة. في المقابل الدومينيكان أول مرة بتلعب في الأولمبياد. نعم. ونستطيع القول أنه مصر يعني لم تستحق الفوز، وهذا الحكي بحسرة بنحكي. نعم. كنا نتمنى أنه يحقق هو الآخر الفوز كما فعل الثنائي المغربي والعراقي، وخاصة أنه في أسماء في المنتخب المصري. يعني المنتخب المصري الأولمبي استقطاب المدرب روجيه البرازيلي، والمنتخب الأولمبي شفنا يعني معظم اللاعبين بيلعب في أهلي وزمالك، في الأندية، في البنك الأهلي، في أندية متقدمة في الدوري المصري. يعني كانوا عاقدين الأمل أنه المنتخب المصري يظهر بصورة يعني مغايرة عن الصورة الأولى للمنتخب الدومينيكان، خاصة أنه منتخب الدومينيكان في آخر 14 مباراة لعبها من 2001 فاز بمباراة واحدة وعنده 12 خسارة. فهذا شيء يعني بصراحة محزن للكرة المصرية. المدرب التفت انه كان في عنده طلب من الاتحاد المصري انه يحضروا له استقطاب محمد صلاح لهي البطولة، او استقطاب لاعبين من النادي الاهلي. كان عنده لاعبين من النادي الاهلي ولاعب من نادي الزمالك، لكن الاتحاد المصري او الاندية رفضت انه احنا عندنا مشاركات وعندنا منافسات بالدوري. هذا كان كله يعني كفيل انه يخلي المنتخب المصري يظهر بصوره غير جيده في المباراه الاولى اللي هي كانت يعني مفتاح الفوز للمنتخب المصري. هي مفتاح البطوله، كانت فريق سهل، منتخب جيد المنتخب المصري، لكن احنا يعني نكسه فعلا للكره المصريه او للمنتخب الاولمبي المصري في هاي المشاركه. طب هل يتحمل المدرب البرازيلي المسؤوليه ام الاتحاد المصري ام اللاعبين نفسهم في ارضيه الميدان كي لا نبحث عن اسباب فرعيه؟ انت كمدرب وكمحلل كابتن خالد، ما هي أبرز الأسباب التي يمكن القول أنها كانت وراء ظهور مصر بهذا الشكل الباهت في الأولمبياد؟ مصر في الأولمبياد الماضي تعادلت مع إسبانيا. نعم، إسبانيا المنتخب اللي فاز بأوروبا قبل أسبوعين، ودائما في الأولمبياد نتائجها مشرفة. صحيح. بصراحة. لكن إحنا اليوم بنحكي عن المدرب، كل شيء معا بتحمله المدرب، لكن إحنا بنحكي بشفافية، بنحكي عن منظومة متكاملة. احنا اليوم لما المدرب يطلب لاعبين، انت يعني تستطيع في هاي الاولمبياد استعانة بثلاث لاعبين من السن الاكبر يعني من خبرات اللاعبين المصريين، لكن انت اليوم كمدرب طالبهم مسبقا من قبل البطولة. اليوم الاتحاد المصري ما لبى الرغبات، انت طلبت محمد صلاح، نادي ليفربول اللي رفض. ايش كان البديل عندك انت كمدرب؟ ايش جهزت اوراق بديلة؟ عندك لاعبين جيدين، في عندك لاعبين مميزين، اوجدت محمد النني، جبت زيزو، يعني من لاعبي الخبرة، لكن ما أسعفهم الوقت، ما أسعفهم الانسجام ما بين اللاعبين. تشعر أنه غائب الانسجام تماما عن اللاعبين. أكيد معا في هاي الحالة بيتحمل المدرب المسؤولية، لكن أنا ما بحمله المسؤولية الكاملة، لأنه المنتخب المصري لسه ما خرج من التصفيات. صحيح عنده مباراة مع المنتخب الإسباني، عنده مباراة مع المنتخب الأوزبكي، لكن المنتخب المصري قادر على قلب الموازين في أي لحظة. عنده لاعبين جيدين، مدرب السي في اللي عنده بيشفع له أنه يكون في الدور الثاني من هاي الأولمبياد. فإحنا إن شاء الله يعني حابين نشوف المنتخب المصري أبعد فترة بهاي البطولة. المنتخب المغربي قدم مباراة يعني جميلة جدا بمدرب محلي الكابتن طارق السكتاوي. شفنا المنتخب المغربي استعان بخبرات أشرف حكيمي، استعان بخبرات لاعب ومهاجم سريع جدا، سجل هدف للمنتخب المغربي. مباراته كانت ضد المنتخب الأرجنتيني، منتخب يعني مليء بالنجوم. شفنا معاه جوليان ألفاريز في خط الهجوم، شفنا معاه أوتامندي، لاعبين خبرات، لكن المنتخب المغربي وقف ند. صحيح بالشوط الثاني شفنا المنتخب المغربي عنده إعياء، تراجع للخلف بصورة غير مبررة، لكن انت في هاي الفترات بحاجة الفوز، بحاجة انه تعزز الفوز اللي انت عندك، انه انت في بداية المرحلة، في بداية البطولة، انه مع المنتخب الارجنتيني تسعى للفوز. صحيح غابت الذهنية عند اللاعبين، العامل الذهني غاب عند اللاعبين. سجل هدف طبعا بطريقة دراماتيكية. المباراة أكملت بعد ساعتين 3 دقائق لعبت في آخر الوقت، لكن المنتخب المغربي استحق الهدف. سجل هدف التعادل المنتخب الأرجنتيني، لكن تم إلغائه بتقنية الفار من حكم المباراة. وبنبارك لأخواننا في المغرب. كذلك المنتخب العراقي قلب التأخر بفوز بمدرب اسم كبير، المدرب راضي شنيشل. يعني صدقا معا لما نسمع باسم راضي شنيشل تقشعر الأبدان، لاعب من أساطير الكرة العربية ليس فقط العراقية. صحيح. وسعيدين بفوز المنتخب العراقي، فخورين فيه كمدرب وطني أيضا. أكيد. نعم. يحقق، أنت كمدرب وطني تدرك ذلك جيدا. أكيد. معنى قيمة أن يحقق مدرب وطني الإنجاز. ونتمنى إن شاء الله إنجاز كما كان بأولمبياد أثينا 2004 مع كابتن عدنان حمد. نعم. وجيل تاريخي للكرة العراقية، وفازوا على كريستيانو البرتغال. وفعلا الجيل العراقي أو المنتخب العراقي مر عليه أجيال وتاريخ لاعبين كبار ومدربين أيضا نخبة، وإن شاء الله يعني بنشوف المنتخب العراقي إلى بعيد يذهب في هاي التصفيات وهي الأولمبياد. نعم. عليك
طلحة، المنتخب المغربي الذي بنى على نجاحات أسود أطلس بمونديال 2022 وفرحنا فرحة كبيرة جدا في مباراة دراماتيكية، مباراة غير عادية توقفت كثيرا واستؤنفت ل3 دقائق، لكن قبل ذلك ثنائية من نجم العين الإماراتي سفيان رحيمي، هدف أول من كعب عالي. مباراة كانت يعني باحت بكل أسرارها، كان في عودة قوية للأرجنتين أيضا. نعم صحيح، المباراة كانت هي من المباريات الجميلة جدا والممتعة. أعطي الكلمة للمدرب لأنه يريد أن يتحدث عن ذلك. كابتن خالد سعد، أنت كمدرب نشاهد راضي شنيشل وطارق سكتاوي ثنائي محلي في كل من العراق والمغرب هذه الإنجازات، في المقابل مدرب برازيلي واسمه طنة ورنة مع مصر وتعادل مخيب للآمال، وكان بده يطلب كل اللاعبين الكبار حتى يستنجد فيهم مع المنتخب الأولمبي. لكن عن طارق السكتاوي معروف في المغرب فاس ومكناس. من فاس لما يكون من فاس عنده شغف في كرة القدم، عنده شغف في تعلم التدريب، يعني ما بدخل شخص مرور الكرام انه اخذ دور التدريب وبيمشي، لا لازم يتعمق كثيرا في كرة القدم، يتعمق في اللياقة البدنية. اللي معرفتي في هذا الرجل شخصيا طارق السكتاوي ومعرفتي في اكثر من مدرب من مكناس او من فاس، يحبون كرة القدم بشغف ويعمل لاجل المنتخب. تطويره جاء من المنتخب او من الاتحاد المغربي. الاتحاد المغربي عقد دورات متقدمه للمدربين المحليين، عنده ثقه في المدرب المحلي، وخير مثال المدربين المتواجدين عندنا في الاردن. بنشوف كيف عملهم، شوف اتقانهم للعمل، اتقانهم للمواقيت والتوقيتات وكل شيء يخص منظومه كره القدم. احترافيه عاليه. نعم، الاحترافيه معا، انه بيحكي لك انا عندي اي شيء. يعني كان بيحكي لك المدرب السابق للمنتخب الاردني بيحكي لك انا كان بيشغلني فقط امي عن المنتخب، توفت أمي ما شيء بيشغلني عن عملي هو كرة القدم. فمهم جدا كرة القدم إنه إحنا نعطيها حتى تعطينا النتائج، وهذا هو الذي أخذه طارق السكتاوي مع منتخب الأرجنتين. كل أمنيات التوفيق للمنتخبات العربية، ونتمنى لمصر أيضا أن تستدرك كبوة التعادل الأول في الجولة الأولى. مستمرون معكم وتتابعون